عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. وصفتنا لليوم كسرة بالشحم والا مطبقة بالشحم على طريقة اهالي الوسط، اهالي سيدي بوزيد البي. اول حاجه باش نبداو بها باش نبداو نحضروا الحشوه. دونك باش ناخذوا طنجره نصبوا فيها تقريبا ربع كاس صغير زيت نباتي، وباش نزيدوا عليها بصل اخضر. لهنا استعملت كيلو بصل اخضر قصيته جويد برشا، وباش نزيدوا عليه قرن فلفل يكون حار يشوي، راس ثوم كامل يكون مفروم. المطبقه والا الكسره بالشحم تحب برشا ثوم، دونك يلزمكم تحطوا راس ثوم كامل يكون مفروم. زدت عليه شحم رداء قصيته مكعبات جويدين، تاخذوا الكميه اللي تحبوا عليها. للتوفير باش نستحقوا زوز مغارف كبار فلفل احمر، مغرفه كبيره تابلو كرويه، مغرفه صغيره فلفل اكحل، ملح حسب الذوق، مغرفه كبيره هريسه عربي والا هريسه الحكوك اللي متوفر عندكم، باش نخلطوهم مع بعضهم بالكدا بالكدا، وباش نخليهم يطيبوا سله سله لمده 20 دقيقه. المرحله هذه مهمه برشا، يلزمكم تخلطوا المكونات كل بالكدا بالكدا وتخلوها طيب، وما تزيدوش عليها حتى نكته نتاع ماء، تخلوها طيب في الماء هذاك اللي باش يسيبوا البصل وكهو. ردوا بالكم تزيدوا الماء. نكون نخلطوا المكونات كل مع بعضها بالكدا بالكدا ونخلوها طيب سله سله لمده 20 دقيقه. وبالطبيعه يلزمكم كل مره تتفقدوها اون سي جامي تشد في وسط الطنجره. من بعد 20 دقيقة الحشوة متاعتي طابت كيف ما تشوفوا، وقفت على زيتها مشروط برك الله، ريحتها فاوحة، نودكم ولا نشيكم. بالحق إذا مش مستانسين الطيب المطبقة متاعتكم بالطريقة هذه جربوه المرة هذه وتفكروني. نخلوا الحشوة متاعتنا تبرد كومبليتمون وينتخطو باش نتعدوا نحضروا العجينة اللي باش نستعملوها للمطبقة وإلا للكسرة بالشحم. للتحضير الكسرة وإلا الخبز باش نستحقوا كيلو سميد رطب، نزيدوا عليه ملح حسب الذوق، ناخذ عندي تقريبا مغرفه صغيره ملح ونخلطوه مع بعضهم بالباهي. ومن بعد باش نبدو نزيدوا الماء بشوي بشوي لين تحصلوا على عجينه تكون طريه وما تتلصقش في اليدين. الماء عينكم ميزانكم على خاطر كل نوعيه سماد كيفاش تشرب. انا في الاخر باش نعطيكم الكميه بالضبط اللي استعملتها، وانتم عينكم ميزانكم كيف ما قلت لكم على خاطر كل نوع نتاع سميد كيفاش يشرب. دونك نبدو نزيدوا الماء بشوي بشوي لين تتلامى معنا العجينه ونتحصل على العجينه تكون متماسكه وما تتلصقش في اليدين. من بعد ما تلمت معايا العجينه كيف ما تشوفوا الفيديو باش نعجنها بالكدا بالكدا لمده 5 دقائق كاملين. سر نجاح الخبز هذا، الخبز تاع المطبقه، هو العجينه. لازمكم تعجنوها بالكدا بالكدا لين تتحصلوا على عجينه تكون طريه ولكن ما تلصقش في اليدين. من بعد باش نوريكم القوام اللي لازمكم تحصلوا عليه. دونك هذا القوام لازم تحصلوا عليه، العجينه لازم تكون طريه كيف من هكاكا. والماء اللي استعملته انا استعملت بالضبط 450 مليلتر ماء، وانتم كيف ما قلت لكم عينكم ميزانكم. زدت عليها تقريبا مغرفه كبيره زيت نباتي ودهنتها بالكدا كيف من هكاكا، وباش نغطي عليها ونخليها ترتاح على الاقل لمده نصف ساعه. من بعد نص ساعة رجعت العجينة متاعتي كيف ما تشوفوا مشروط برك الله، ارتاحت بالباهي. باش نخدمها شوية هكاك فوق من بلون ترافاي، ومن بعد باش نقسمها إلى 8 قطع. الكمية هذه كيلو سميد باش تعمل لكم مشروط برك الله 4 خبزات، 4 كسرات بالشحم والا 4 خبزات مطبقه. كل واحد كيفاش سماه بربي اكتبوا لي انتم في تعليق قولوا لي شنو تسموا. احنا في سيدي بوزيد نسموها كسره بالشحم، ونعرف زاده اللي في القصرين يسموها كسره بالشحم، وجو سيك الجنوب الكل يسموها المطبقه. اكتبوا لي انتم في تعليق وقولوا لي شنو اللي تسموها هذه، مطبقه والا كسره بالشحم. من بعد ما قسمت العجينه تشوفوا اذا ثم واحده اكبر من الاخرى تنقصوا منها اللي انت تحصلوا على 8 قطع. ومن بعد باش نكعبروهم كيف ما تشوفوا الفيديو، دونك عمليه سهله وواضحه ما فيها حتى شيء. نكعبروهم الكل هكاكا بنفس الطريقه اللي نكملوا الكميه الكل نتاع العجينه اللي عندنا. هذه الكعبة الأولى بعد ما كملت قرصتها، وباش نهز كعبة أخرى ونكعبرها هي زيادة بنفس الطريقة. كيف ما تشوفوا عملية سهلة وواضحة وما فيهاش حتى كومبليكاسيون، الناس الكل تنجم تعملها. وبالطبيعة يلزمكم تحطوهم على جنب على فوق من البلان ترافاي، ويكون فيه شوية فرينة وتغطوها باش هكاكا العجينة ما تشيحش. من بعد باش نبدو بأول وحدة قرصناها والا كعبرنا. دوك خديت شوية فرينة حطيتها فوق من البلان ترافاي وباش نحلها هكايا شوية بداية. ومن بعد باش نسهل على روحي باش نحلها بالقلقل. فما اللي يحل العجينه على الزيت وفما اللي يحلها بالفارينه. انا الحقيقه نحب نحلها بالفارينه باش هكاك ما تجينيش مزيته وقويه. انتم اعملوا كيف ما تحبوا واللي اسهل لكم. انا حليتها بالفارينه كيف ما تشوفوا، بالقلقال سهلت على روحي في عليه ليه هكايا في ما تتحل. واللي مش متوفر عندها القلقال بالطبيعه تنجم تحلها بيديها، ماهوش باش يغير حتى شيء من الوصفه. المهم يلزمكم ما تخلوهاش خشينه برشا، يلزمكم ترقوا فيها بالباهي باش هكاك ما تجيكمش من بعد الكسره بالشحم والا المطبقه ما تجيكمش غليظه.
هذا السمك يلزمكم تحصلوا عليه، يعني يلزمها تكون رقيقه. حليت الكعبه الاولى باش نعاود نحل الطبقه الفوقانيه، دونك خذيت كعبوره اخرى، دونك قرصه اخرى، وباش نحلها بنفس الطريقه رشيت شويه فرينه وحليتها شويه بدايه، ومن بعد باش نستعمل القلقال. القلقال بالحق راهو يسهل على الاخر، ننصحكم به اذا متوفر عندكم استعملوه هو، على خاطرها العجينه ماهيش باش تجيكم خشينه برشا، وسورتو يعني فيسع فيسع هكا، فيسع ما الخبيزات فيسع ما يحضروا. دونك هذه الكعبه الثانيه بعد ما حليتها كيف ما تشوفوا. دونك هذاك السمك اللي لازمكم تتحصلوا عليه، اللي انا حبيت نشتويها بالباهي باش هكاك ما تجينيش تبقاش عوجه. دونك هذا السمك اللي لازمكم تحصلوا عليه. من بعد باش ناخذ الحشوه اللي بردت كومبليتمون. نصيحه مهمه برشا، يلزمكم تخلوا الحشوه تبرد كومبليتمون قبل ما تبدوا تستعملوها، على خاطر لو كانت تبدا سخونه راهي باش تهلك لكم العجين. من بعد ما حلينا زوز كويرات من العجينه، ناخذوا اول واحده حليناها وهي اللي باش نحطوا في وسطها الحشوه، نشخشوها بالباهي بالحشوه، ومن بعد الحشوه باش نحلوها على الكبر نتاع العجينه، ولكن ما يلزمناش نوصلوا للجناب، الجناب يلزمهم يبقوا فارغين باش هكاك من بعد وقت ما نسكروها ما يقلقناش ما تقلقناش الحشوه. من بعد ما شخشختها بالباهي بالحشوه كيف ما تشوفوا، بالحق حشوه ريحتها فوحه، نودكم ولا نشهيكم. باش ناخذ عجينه الاخرى دوك اللي حليتها هي الثانيه، وباش نغطي بها الحشوه كيف ما تشوفوا في الفيديو بالضبط. دونك كيف ما تشوفوا عمليه سهله وواضحه وما فيها حتى شيء. باش ننزل عليها هكاكا من الجناب، وك الزايد الكل نتاع العجينه هذاك الكل باش نحيه، دونك باش نقصه، والزايد هذاك اللي باش نقصه باش نزيد نخبيه، يعني مانيش باش نرميه، هو بيدو. من بعد باش نستعمل باش نعاود نعمل بيه خبزه اخرى. دونك نقصهم كيف هكاك، سواء بين غولات والا بسكين المتوفر عندكم. المهم ما تقصوش بالضبط وين ثم الحشو. من بعد ما كملنا قصينا العجينه الزايده، دونك باش نستوي كيف من هكاك بالباهي الخبزه، وباش نسكرها كيف ما تشوفوا في الفيديو بالضبط. سكروها كيف من هكاك، يلزمكم الجناب تسكروهم بالكدا بالكدا، سينو راهي من بعد وقت ما تطيب باش تتنفخ وزياده باش تحل وبالحق وماهيش باش تجيكم مزيانه. دونك تسكروهم بالكدا بالكدا كيف من هكاك الجناب الكل، وديما تنزلوا بصوابعكم باش العجينه تشد في بعضها وتتسكر بالباهي. كيف ما تشوفوا بعد ما سكرتها ننزل عليها كيف هكاك بيدي بالباهي، ومن بعد باش نهز نطيبها في وسط الطاجين والا في مقله تكون سخونه بالكدا بالكدا. والمقله كيف ما لاحظتوا هي من الوقت اللي انا قاعده نحل في العجينه وقاعده نحط لها في الحشوه، الطاجين راهو قاعد يسخن، ولكن يسخن على نار تكون مهيله برشا. من بعد ما حطيتها في الطاجين باش ننزل عليها كيف من هكاك بيدي باش هي تتحل بالباهي العجينه وتجي مستويه وما تجيش خشينه برشا، كسوا من الوسط والا من الجناب. ومن بعد ما خليتهاش طابت كومبليتمون، يعني مش هذيك، ونبقى ديما نقلب فيها لين نطيب بالباهي وتحمر من الجناب الكل. نبقوا ديما نقلبوا فيها بنفس الطريقه ونطيبوهم الكل بنفس الطريقه اللي باش تشوفوها هذه. وانتر طون يعني وقت ما هي قاعده تطيب بالطبيعه يلزمكم انتم تبدوا في الكعبه الثانيه تحلوها وتعبوها بالحشو بنفس الطريقه. دونك هذه كيف ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله تنفخت بالباهي، هذا يعني باللي هي الخبزه الطابت. وبعد ما كملت طيبت الكعبه الاولى باش نحطها في قمون غري، وباش نحط كعبه اخرى في بلاصتها، ونكمل نطيب الخبزات الكل اللي عندي بنفس الطريقه. لهنا الخبزات نتاعي حضروا كيف ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله، لونهم مزيان، ريحتهم فاوحه، نودكم ولا نشهيكم. انا حبيت نقص لكم كعبه باش هكاك تشوفوها عن قرب. بالحق اللي مش مستانس يطيب الكسره بالشحم والا المطابقه بالطريقه هذه يجربها المره هذه ويتفكرني، على خاطرها جد بالحق بالعالمين. نودكم ولا نشهيكم. ما تنسوش باش تشجعوني باللي جاموا لي كومنتير وتعملوا بارطاج الفيديو. تو بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه.